ساخنة بعيد عن كوالالمبور شي تقريبا 15 أو 17 كيلو بالسيارة. وطلعنا هلا هيك عم صور لكم الطريق. طبعا كنت عم بستفسر عن موسم الأمطار عندهم، فقال موسم الأمطار يبلش عندهم من هذا الشهر. شوفوا هيك الجبال كلها خضراء. الميزة هون إنه في كتير أماكن وكتير اتراكشنز الواحد يروح عليها، يعني دايما في أماكن للاستكشاف ما بتخلص. بحكم إنه ماليزيا كبيرة ومقسومة إلى قسمين، القسم اللي نحن فيه هو القسم الغربي، في القسم الثاني الشرقي، طبعا ما لهم مفصولين ببعض، بدها يعني حدا يروح على القسم الثاني بالطيارة. بس هذا القسم هو اوريدي كبير. ميزة تصريف مياه الأمطار هون عاملينها بشكل كتير منيح. مثل ما شايفين هذا الدرج راح يفوز فيه على يعني هيك تقطيعات الطريق، بيحطوا مثل درج مشان تنزل الأمطار تروح لأقنية التصريف. ضايلنا دقيقتين في وسط المكان تقريبا هون. وصلنا على نبع المي الصخرة. طبعا كان هيك شعبي كتير، فأبو الهيم ما حبه، يعني ما كان هيك جيد بما يكفي يعني صراحة. فقررنا نروح على واحد تاني. يعني رحلة الطريق صراحة تكفي. معبد كاو أباتو طلعنا له هذيك المرة. عاملين تمثال، الدرج تبعه كتير عالي صراحة، طلعناه كله هذا الملون. طبعا خلصنا، هو هون السبرينج هاي المنطقة، وعم نستنى التاكسي، فكبست علينا المطر ما شاء الله، يعني مطرة غير شكل. انا ما بدي اخذ الشماسي كمان يعني. الفقرة الأولى من برنامجنا لليوم هي هوت سبرينج. هلا راجعين على الأوتيل عشان نغير حمام أبو الهيم ونرجع نطلع على مشوار جديد. وهي المطر هون ما شاء الله نازلة، يعني شوف. طبعا هي مو أقوى شيء، بينزل عندهم قهوة كتير بالسنة. في هذا السوق اسمه السنترال ماركت، فيه شغلات هيك تقليدية وقصص وشغلات كتير حلوة، يعني تحف وما تحف جوات هذا السوق. فممكن اللي بيحب التحف والقصص هيك اللي هي متعلقة بماليزيا يفوت على هذا السوق ويشيك عليه. هو بيكون كتير قريب من السوق الصيني، يعني اللي بيطلع من السوق الصيني هيك من واحد من آخر اكزيت بيكون قريب، واسمه السنترال ماركت. على الجوجل ما بضيع حدا. وعم تطول هالدقن، ما في الا عم تطول هالدقن، ما عم لاقي حلاقي. لا لقيت امبارح هلا بس كنت مستعجل، قلت يلا بلا ان شاء الله بمحطتنا القادمه بنروح وبنحلقها بنظبطها. حاسس حالي متبع رجال الكهف. هي اهم مكان البافيليون او بوكيت بالتايم اسمه البافيليون. هذا مول كبير كذا طابق. هلا فايتين من عليه ورايحين على محل اسمه بانيان تري اوتيل. المفروض يعني على اساس انه نشوف هنيك عندهم كافيه على اخر طابق تكشف كل كوالالمبور من فوق، طالة الابراج كمان التوين تاور تبعهم. تعالوا نشوف بعد ما نصور لكم شغلات مفيدة وغير مفيدة. هون خاصة الزحمة، شوف الواحد رقاب بس. حلو الواحد يشوف براند اماراتي فاتح برا. هذا ارابيكا براند اماراتي من دبي وفاتح هون بالبافيليون. عندهم قهوة كثير ظريفة. وهي المحلات هون الثانية. هون عاملين مثل ممشى هيك جوات المول، يعني مفتوح
فيه مطاعم على اليمين وعلى اليسار. أمور طيبة يعني. هذا الفيو من فوق. بما انه برا كان معجوق وفي عندهم ايفنت فولي بوك، حبيت صور لكم من هون. وهي وصلنا على اخر طابق طبعا اللي هو ال60. وهي من فوق المنظر، شوفوا لي هنيك في مثل حديقة تحت. هي الجبال كلياتهم. اليوم اخر يوم بكوالالمبور، ورحنا اكلنا وفتنا على الاوتيل هون هيك نريح شوي. فحبيت اصور لكم المطر كيف هيك وقت بتنزل، كيف هيك على الازاز. شلالات نظامية ما شاء الله. يعني امطار عم، مع انه الصبح كانت بشمسها يعني ما كان في ولا اي شيء. هلا بالمطار اخذنا القطار اللي ما اخذ